عشان تلاقي بيض البط كله مخصب، سيبي لكل ذكر نتايتين اتنين، مفيش غيرهم، نتايتين اتنين، ده الاضمن والاحسن. ده البط المسكوفي الخليط، بتشوفيه تقولي ده مسكوفي صافي، احنا احترنا معاكي يا مشاهد ومش عارفين نعمل ايه. والله يا جماعه انا كل البط اللي عندي مسكوفي خليط، ما عنديش لا مسكوفي صافي ولا بلدي صافي. بس انا عايزه اوضح لكم حاجه، ان السلاله نفسها كان اصلها مسكوفي وبلدي، فشيء طبيعي ان البط اللي هتطلعه هيبقى فيه مثلا مقارب لحجم البلدي، هيبقى فيه مقارب لوزن المسكوفي الصافي، هيبقى فيه الشكل واللون مسكوفي صافي لا بلدي. فهو ده الشكل اللي بيطلع، ده حاجه ربانيه بقى. يعني الذكر اللي يشوفه يقول ما شاء الله مسكوفي صافي من حجمه ومن وزنه، وما شاء الله الذكر ده عامل له 5 كيلو. اللهم بارك اللهم بارك. الذكر ده قديم عندي اصلا في العمر. انا كنت عايزه ابدله بس قلت هصبر عليه شويه، بس لما ايه اما اكبر كمان ذكر غيره غير اللي انا سايباه. فهنا بنفنط الدنيا عندنا، شوف الدنيا ماشيه ازاي عشان ما افضلش اربع على الفاضي. حتى هنا كان له ضوافر كبيره وبدات تشبك في بعضها، شلت انا كل الضوافر ديت عكس الاتجاه كده وشلتها، على ان كانت الضوافر دي لما بتشبك في بعضها بتعجز حركه الذكر، ما بيعرفش يتحرك تماما. فبالتالي بدات الاقي تفاوت في الكسر بتاع البيض، انا مش هربي وهصرف على الفاضي. فمن هنا بتيجي حكمه التصرف. يا ريت لايكات كتير جدا جدا، يا ريت نشير الفيديو على قد ما نقدر. بجد انا مش عارفه اشكركم ازاي. ربنا يجازيكم كل خير ويديمكم نعمه في حياتي، على الوقفه الجميله اللي واقفينها معايا، على تفاعلكم مع الفيديوهات. لو في اي حد له اي سؤال يكتبوا لي تحت في التعليقات، ان شاء الله نعمل بوست كده، واي حد له اي سؤال عايز يساله هيساله، واجاوب على كل الاسئله بتاعتكم برضو. هنا دول انا يعني انا صفصفت البط اللي عندي او ذبحت منه. انا وريكم المره اللي فاتت اللي ذبحت فيها، ذبحت تاني، ذبحت مجموعه تانية من النوتي برضو. اللي هو عملت وقفه مع نفسي، انا مثلا بصرف قد كده على الاعلاف وعلى التكلفه، طب ما هذا اللي الدخل اللي بيجي لي بيساوي ده؟ لا، ما انا لازم اعمل وقفه هنا بقى. البطه بقى اللي بتاكل البيض ومصممه تاكل البيض وبقى لها 4 سنين بتنتج عندي او 3 سنين ذبحتها. البطه اللي كانت بتكسر البيض وما بتظبطوش وتحسها مش مظبوطه كده في الركود ذبحتها. عندنا ايه تاني؟ البطه كنت سايبه بطه شامورت او بطتين شامورت، واحده منهم باضت والتانيه ما باضتش واتاخرت في البيض. ومع انها كانت باضت بيضه واحده ورجعت ما باضتش تاني، انا قلت البطه دي اكيد حصل لها تجبن في عنقود البيض بتاعها من جوه، يعني بتلاقي البيضه شبه مسلوقه كده من جوه. سبحان الله، دي بيكون جالها زي دور سخونه كده. دي قليل اللي يعرف المعلومه دي، اللي مجرب كتير. وبالفعل والله ذبحتها لقيتها كده. فما سيبش حاجه عبء عليا، لا، سبت الامهات الكبيره اللي كويسه اللي حجمها عالي مقارب لحجم الذكر، حاجه كده زي الفل وزي العسل وتنتج معايا.